أهلا وسهلا سيادتك، شرفتنا وسعيدين بتواجدك. شرفتنا سيادتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. احنا اجتمعنا اليوم على مود نناقش المشاكل اللي تعانون منها، وعلى هذا الأساس اجتمعنا. أسمع منك. سيادتك احنا دخلنا بأزمة كلش قوية، وارتفعت عندنا أسعار المواد وأصبحنا في وضع لا نحسد عليه. أنتم السبب بكل اللي حصل لكم. حذرناكم أكثر من مرة من موضوع تهريب الدينار العراقي إلى دول الجوار، ما شفنا منكم أي التزام، لذلك أغلقنا بعض المصارف ردعا وتأديبا لكم. أستاذ حضرتك أنت سيد العارفين، وإحنا كنا مجبورين على هذا التصرف، كانت علينا ضغوط كلش كبيرة وأنت تعرف بالأسباب اللي كانت بينا. إذا كنت عديم الشخصية وما تقدر تقود زمام الأمور فهذا مشكلتك أنت، أنا ما مسؤول بها. أسمع منك. أستاذ، احنا نحتاج إلى زيادة في كمية الماء، لأن الزراعة عندنا تعبت بشكل كبير جدا، وأصبحت حالة الفلاح يرثى لها، وموضوع المعامل والمصانع المغلقة، وعندنا أكثر من 1200 مصنع ومعمل متوقف عن العمل تماما. أرجو من سيادتك الموقرة أن نشوف لنا حل هذا الموضوع. يعني شنو أشوف لك حل هذا الموضوع؟ تريد أزود كمية الماء على مود تزدهر زراعتك، لو تريد أسمح لك بفتح المصانع؟ هاي الحالة أنا راح تنظر بمصالحي، بعد ما أقدر أصدر منتجات الزراعية والصناعية. سادة، موضوع الغاز الطبيعي إيش بيه الغاز طبيعي؟ جاي يحترق بالهواء وإحنا ما مستفادين منه شيء. اسمح لنا بالتعاقد مع شركات الاستثمار هذا الغاز لسد احتياجنا ونصدر الفائض من عنده. ما يحتاج تستثمر الغاز. أولا لأن فلوسك هواي، ثانيا أنا موفر لك غاز بأسعار مناسبة جدا لسد احتياجك. عندك بعد شيء؟ أستاذ السلاح عندي تعبان كلش، تسمح لي أطور أسلحتي وأبني مصانع للأسلحة. ممنوع منعا باتا. كل الزين تعرفون هاي خطوط حمراء ما أسمح بتجاوزها، وخاصة موضوع السلاح. عندكم بعد شيء؟ أنا لو أعرف هاي المواضيع راح تنطرح بالاجتماع كان ما جيت أصلا. كل الزين تعرفون هاي خطوط حمراء ما أسمح بتجاوزها نهائيا، لأن مصالحي راح تنضرب. سيادتك هذا الكلام غير مقبول، احنا هم دول عظمى وإن مكانتنا بين الدول. أعرف أنتم دول عظمى، بس خليني أقول لك شغلة. دولتي هي أعظم دولة بالتاريخ. أنا أول من اكتشف الكتابة، أنا سومر، أنا أكد، أنا بابلون، أنا بلد الجنائن المعلقة، أنا بلد حمرابي. من فجر التاريخ أنا بالقمة وراح أبقى بالقمة. انتهى الاجتماع.